في الفيديو ده خلينا نحل مع بعض كده الاعلان بتاع الحلقه الاخيره من الموسم الاخير من مسلسل ذا بويز، وطبعا مش هنحرق اي حاجه في الاحداث، خلاص احنا اي حاجه كنا ممكن نحرقها قلناها في فيديو التسريبات. ففي الفيديو بتاع التحليل ده انا هتكلم وكاني ما اعرفش اي حاجه حرفيا عن التسريبات خالص. مع بعض كده هنحلل الاعلان ونشوف ايه اللي ممكن يتقدم معانا في الحلقه الاخيره. الاعلان ده بيبدا بهيو وستارلت وبوتشر وهم قاعدين، واللي واضح معانا ان هم قاعدين في مكان مستخبين فيه. شكلهم بيحاولوا يفضلوا بعيد عن الانظار، خصوصا ان هوملاندر عرف مكان المقر بتاعهم في الحلقه اللي فاتت. مش بس خطتهم اتكشفت، لكن كمان احنا عارفين ان فرنش مات. فدي لحظه حزينه جدا بالنسبه للفريق كله، لانهم مش بس هربانين دلوقتي، دول كمان خسروا واحد من اقرب اصحابهم. جزء مهم كمان جدا في الاعلان ده هو اللي بيحصل بين ذا ديب وكمان اوفازر وهوملاندر. من اللي شفت هنا واضح ان هم لسه في البيت الابيض او مكان ممكن يكون شبيه ليه. وبصراحة كده لما هوملاندر بينزل قدامهم احنا بنشوف ان في رعب شوية بيكون على وش ذا ديب وكمان اوفازر، وده ممكن يوحي كده كأنهم عاوزين يخونوه او حتى كمان يقفوا ضده. فانا بصراحة كده مش متوقع خالص ان هم يحاولوا بقدر الامكان ان يعملوا اصلاح شخصية ذا ديب، لان خلينا نكون واقعيين مع بعض، هو خلاص بقى بعيد جدا عن اي اصلاح. ولكن اعتقد ووارد جدا كمان انه يشتغل من ورا ظهر هوملاندر. في النهايه هم عارفين انه بدا يتجنن، وزاديب خسر كل حاجه كانت مهمه بالنسبه ليه، وهي طبعا فريق 7. وبعد ما الفريق ده اتفك بقى حرفيا ما عندوش اي حاجه يخسرها. فليه ما يروحش للشخص اللي كرس حياته كلها علشانه ويحاول يوقعه بعد ما دمر له حياته؟ ومن تعبيرات وش زديب واضح جدا انه خايف ومتوتر ومش حاسس ان هما بيجهزوا الخطه عبقريه كبيره او اي حاجه زي دي. لان بصراحه هوملاندر شكله ما بقاش محتاجهم اصلا، الراجل بقى اقوى من اي وقت فات، وواضح جدا انه داخل على رحله لوحده. بعد كده طبعا بنشوف ام بيدي بوتشر الحديده المشهوره بتاعته، وطبعا احنا شفنا حاجات كتيره جدا بتتعمل بالاي اي لشخصيه بوتشر وهو بيقتحم البيت الابيض، وبصراحه المشاهد دي كلها يمكن تكون لها هيبه رهيبه. وده برضه بيخلي الواحد يقوله ممكن فعلا يجيبوا المشهد اللي كان في الكوميكس ويحطوه في الحلقه الاخيره، ودي هتكون حته جامده جدا لو حصلت. وهو ان بوتشر يقتحم البيت الابيض وكل السوبرز ماليين السما، واعتقد ان البوستر الدعايه اللي نزل من كام يوم اكد فعلا الموضوع ده. ولكن بصراحه كده مش عاوز اعلي سقف طموحاتي قوي، لان زي ما احنا عارفين الموسم ده كان فيه شويه لقطات تعتبر كليك بيت. شفنا طبعا البرك بتاع فوت وهو بيتدمر على ايد بوتشر ولسه ما حصلش، وكمان شفنا هوملاندر في الفضاء وهو بيمسح الدول كامله من على الخريطه وبرضه ده كمان ما حصلش. لكن دلوقتي بقى اللقطه بتاعت بوتشر وهو بياخد الحديده، اللقطه دي حاسس ان هي فعلا تلميح واضح جدا. احنا بعد كده بنشوف واحده من اللقطات القليله المتبقيه في الاعلان الاصلي، واللي فيها هيو وستارلايت وام وبوتشر. واضح ان هما نازلين من عربيه فان وداخلين كمان مكان ممكن يكون متامن او مبنى سري، وانا متوقع ان هما ممكن يكونوا بيبنوا غرفه يورانيوم، لان في المرحله دي يعتبر حرفيا الحاجه الوحيده اللي ممكن تاذي هوملاندر. اعتقد ان هما يستدرجون المكان ده وبعدها كيميكو تستخدم ضربه الصدر بتاعتها وبوم القوه بتاعته المفروض تروح منه. وده يمكن يكون منطقي جدا خصوصا بعد اللي حصل معانا في الحلقه السابعه، ان فعلا عملوا اكتر من تجربه على كيميكو. فالمفروض دلوقتي ان كيميكو بقى عندها قدره شبيهه بالقدره بتاعه سولجر بوي، ان هي تقدر تسحب الفي من جوه هوملاندر. وبعدها بنشوف حاجة أعتقد إن هي بتأكد بنسبة كبيرة جدا إن زديب هيموت في الحلقة دي. إحنا بنشوف ستارلايت في نفس المكان اللي كان فيه هو وأوفازر في بداية الإعلان، وهي بتندفع عليه بتوقعه على الأرض. وطبعا في نظريات كتير، وحتى الممثل نفسه قال إن نهاية شخصيته هترجع بشكل كامل لأول حلقة في المسلسل. وطبعا إحنا عارفين إن عمل حاجة بشعة جدا لستارلايت وقتها، فبالتالي منطقي جدا إن هي تكون هي اللي تنهي حياته. وخلينا نكون واقعين مع بعض، مفيش أي احتمال إنه يعيش من النهاية، ولو ده حصل في ناس كتيرة فعلا هتبقى زعلانة من حاجة زي دي. طيب في لقطة سريعة كمان بنشوفها وهي تقريبا طالعة معاه، واعتقد اننا هنشوف مشهد مجنون طلعه كمان لفوق في السماء علشان خاطر ترعبه، وبعدها طبعا هتنهي عليه نهائيا. غالبا ممكن ترميه تاني في المية والكائنات البحرية تقتله، وده هيكون كأنه ستارلايت هي اللي قتلته. لكن النهاية هنا هتكون على ايد اصحابه المفضلين من الكائنات البحرية. ولكن هنا من شكل اللقطة دي فأنا شبه متأكد إن كل ده بيحصل لسه داخل البيت الأبيض، وأعتقد إن ده هيكون مركز عمليات هوملاندر الرئيسي من دلوقتي وبعد كده كمان. طيب بعد كده بنشوف لقطة الام وهو بيكسر باب بالسلاح، وفي الخلفية هيو ظاهر بسرعة. ودلوقتي انا شاكك برضه ان المكان ده ممكن يكون البيت الابيض، لكن مش فاهم ليه بيستخدم سلاح وهو عارف ان اغلب السوبرز اصلا الرصاص مش بيأثر فيهم. لكن ما علينا. بعدها بنشوف لقطة الكيميكو وهي بتعيط، وده طبعا بسبب موت فرنشي في الحلقة اللي فاتت. وبصراحة فكرة ان هم يدوها ضربة الصدر دي منطقية جدا بعد نهاية الحلقة السابعة. اعتقد هيكون شيء شاعري جدا لو لعبت دور في سحب قوة هوملاندر، واللي خلينا نكون صراحة مع بعض اسوأ بكتير من موته. هوملاندر من غير القوة بتاعته يعتبر ولا حاجة، وهيضطر يعيش كل معاناة البشر العاديين اللي فريق ذا بويز عاشوها طول المسلسل.
وانا برضو متوقع اننا هناخد مشهد يوضح ازاي ضربة السيزر بتشتغل لما تبدأ تنهار نفسيا او تعيط بسبب موت فرنشي، لان زي ما احنا عارفين قنبلة سولجر بوي النووية كانت بتتفاعل بسبب الضغط النفسي وتراكم المشاعر جواه. وبرضه هنا حابب اعلق على نقطة مهمة جدا زي برضه الاعلان بتاع الاسبوع اللي فات. واضح ان بوتشر هو اللي بيعلق على اغلب المشاهد وبيفضل ياكد انهم مش هيخسروا وان الخطة هتنجح وان كل السوبرز هيتم القضاء عليهم. واعتقد ان النقطة دي مهمة جدا لان في الكوميكس احنا عارفين ان خطته كانت انه يقتل كل السوبرز اللي على الارض مش هوملاندر فقط. وبصراحة انا مش قادر اختلف معاه هنا لان طول ما السوبرز عايشين في احتمال يظهر هوملاندر جديد. مين قال ان واحد تاني مش ممكن يتجنن ويحاول يسيطر على العالم مكانه؟ بس برضه في النهاية دي قوة البشر اصلا ما يستحقهاش، واعتقد ان بوتشر مدرك ده وناوي يتصرف. لكن ازاي هيقدر يقتل السوبرز بس من غير ما يقتل البشر العاديين؟ دي بقى لسه حاجة يعتبر مجهولة تماما. في الكوميكس هو كان عنده جهاز بيطلع ترددات تفجر دماغ السوبرز، لكن في المسلسل هو ما عندوش الحاجة دي. وطبعا الفيروس ما بقاش شغال زي الاول، لكن ممكن نظريا ينشر النسخة العادية من الفيروس، خصوصا ان هي شكلها بتقتل الاجيال الجديدة من السوبرز اللي واخدين النسخة المختلفة من كومباوند في. وبعد كده بقى بنوصل لواحد من اضخم المفاجآت في الاعلان ده، ريان بيرجع رسميا. طبعا زي ما احنا عارفين الشخصيه مختفيه بقالها تقريبا 4 حلقات، وناس كتير كانت بتسال هو راح فين وبيعمل ايه. وفي ناس كانت بتتوقع انه بيتدرب في السر وبيزود قوته علشان يواجه هوملاندر 1 ضد 1 في النهايه. واعتقد بصراحه ان رجوعه في الاخر كان متوقع، لكن كنت اتمنى نشوفه بدري شويه. لكن الاهم من كده ان هوملاندر شكله لقاه اخيرا، واضح ان هما هيقفوا مع بعض من جديد. والحاجه اللي مخوفه الواحد اكتر من اي حاجه تانية ان مفيش حد تاني موجود في المشهد ده. واضح ان هما رجعوا لنفس البيت الصغير اللي كان ظاهر في نهايه الموسم الثاني، المكان اللي كانت بيكا وريان مستخبين فيه تقريبا. فاعتقد ان ريان رجع هناك لانه مفتقد امه، لكن مش متاكد اذا كان فعلا هيدخلوا في مواجهه كامله ولا لا. طبعا ريان مش في صف هوملاندر، لكن لو حصل قتال بينهم فانا شايف ان ده هيوصل لحاجه واحده بس، هوملاندر هيقتله. مش بس لانه شايف نفسه ملك دلوقتي، لكن واضح كمان ان القوه بتاعته بتزيد بشكل كبير. فلو ريان هنا ما قدرش يهزمه وهو على النسخه العاديه من كومباوند في، فاعتقد ان ملوش اي فرصه قدامه بعد النسخه الجديده دي. وعلشان كده للاسف اعتقد ان ريان هنا هيموت، مفيش حد موجود اصلا عشان خاطر ينقذه، لا فريق زاويز ولا حتى كمان بوتشر. واعتقد ان دي ممكن تبقى الضربه الاخيره اللي تثبت قد ايه هوملاندر بقى حرفيا مختل نفسيا، وتورينا قد ايه كمان اتغير عاطفيا من الحلقه الثالثه لما شويه كده ساب ريان يعيش. بس في نفس الوقت هرجع واقول لك ممكن جدا فريق زاويز يوصل في اللحظات الاخيره وينقذه. بس هنا برضو اعتقد ان اللقطه اللي بعدها بتاكد المكان اكتر. احنا بنشوف هنا القبر بتاع بيكا، واظن ان ريان كان رايح يزوره وبعدها هوملاندر قدر يوصل له. بعد كده بنشوف اوب فازر وهو بيكسر باب في البيت الابيض، واعتقد انه غالبا رايح يهاجم ام وهيوي اللي بيقتحموا المكان. لكن بصراحه كده انا مش فاهم خطتهم اصلا، هم عارفين ان هوملاندر قوي بشكل مرعب، فايه بقى اللي ناويين يعملوه ضده جوه البيت الابيض حتى لو قدروا يوصلوا له؟ خصوصا ان الفيروس ما بقاش شغال، والحاجه الوحيده اللي فاضله معاهم هي اليورانيوم المخصب، ودي طبعا حاجه مش هيقدروا ان هم يشيلوها في ايدهم كده وخلاص. وكمان بناخد لقطه لاشلي وهي بتجري وهي مرعوبه جدا، وانا بصراحه مش شايف ان هي هتعيش للنهايه باي شكل. اعتقد يا اما هوملاندر هيقتلها اول ما يحس ان هي خايفه منه، او واحد من فريق زاويز زي بوتشر كده هو اللي هيخلص عليها. وفي اخر الاعلان تقريبا في لقطه مثيره جدا للاهتمام لبوتشر وهو باصص على الفيروس، واضح انه بيبص له كانه لسه شغال فعلا، وده مخلينا نتساءل اذا كانوا طوروا نسخه جديده منه ولا لا. ممكن يقولوا ان فرنشي كان شغال عليه وقبل ما يموت قدر يخليه يشتغل على السوبرز اللي واخدين نسخه من الفي 1. ولكن بصراحه انا مش شايف ان ده ممكن يحصل، لان لو الفيروس بقى شغال فعلا يبقى ليه كانوا بيعرضوا كيميكال كل الاختبارات المؤلمه اللي حصلت معانا في الحلقه اللي فاتت. عموما بنسبه كبيره اللقطه دي بتلمح ان بوتشر ناوي ينشر الفيروس على نطاق واسع علشان يخلص على كل السوبرز العاديين. لان لو فعلا هنشوف مشهد اقتحام البيت الابيض ببوتشر وكمان الحديده بتاعته، فهو اكيد طبعا مش هيقدر يواجه اكتر من 20 سوبر عنده قوه خارقه، وده طبعا بعيد عن هوملاندر نفسه. فعشان كده اعتقد انه هيستخدم الفيروس علشان خاطر يبيدهم كلهم. وبعدها هنشوف مواجهه 1 ضد 1، يا اما هوملاندر يكون اتسحبت منه القوه او بوتشر ياخد ابجريد او قوه جديده بشكل ما. اما اخر لقطه في الاعلان فبصراحه دي واحده من اكتر الحاجات المثيره للاهتمام، لانها ممكن تكون تخص شخصيات كتير جدا. واضح ان في حد بيطير وبعدها بيخبط في الرمل جنب البحر مباشره. في الاول افتكرت انه هوملاندر لانه طبعا بيطير، لكن بعد ما افتكرت ان اللي شفناه كده بين ستارلايت وكمان زديب بدات احس ان المشهد ممكن يكون لهم هما الاثنين، لان زي ما شفنا كده ان ستارلايت بتهاجمه وكمان بتندفع عليه، وطبعا هي هتقدر تطير، فممكن جدا تكون خدته لحد شاطئ قريب وبعدها تجبره يدخل المايه لما تكتشف ان الاسماك والكائنات البحريه بقت ضده. واعتقد ان دي هتبقى افضل طريقه ممكنه ان هم يخلصوا بقى على شخصيه زديب. فبس كده دي يعتبر اهم التفاصيل معانا في الاعلان. انت بقى من وجهه نظرك شايف بعد الاعلان ده الحلقه الاخيره هتكون فعلا قد توقعات ولا مش هتكون افضل حاجه؟
لو وصلت لحد هنا بقى اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت راك عشان يوصلك كل جديد اول باول، واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.